عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عارف راسي غبرت عليكم ولكن جي ترو طار، جو سي با كوش جو في فيغ. المهم عارف هاد اللغه اللي ما كتجيش معايا. المهم غنحاول نهضر العربيه احسن حيت فرنسي ما عنديش معاها. لي سي بارتي نبداو. خليت لكم واحد ستاتيك قلت لكم سولوني وغنجاوبكم. دابا ان شاء الله غنستعد انني نجاوبكم ولكن ماشي على الاسئله كامله حيت جاتني شي اسئله. دابا غادي نبداو بالسؤال الاول ديال محسن. قال لك سيدي محسن شحال هادي وانت كدير البلوغ؟ البلوغ تقريبا هادي قديم بزاف، يعني شي 15 سنه تقريبا. خويا محسن كندير بلوغ تقريبا هادي 4 شهور باش ندير البلوغ، وتقريبا دابا عندي شي 2500 ابوني. المهم غادي مزيان. نبداو بالسؤال ديال عبد العالي. قال لك احسن مدينه دوزتي ملي بديتي البلوغ؟ وي خويا عبد العالي احسن مدينه دوزت ملي بديت البلوغ صراحه، ولكن المشكل اللي كان عندي هو انني ما صورتش داك البلوغ، هو مدينه دبي. السؤال الثالث عند نور الدين بالغرب. قال لك نور الدين بما انك في الشاوم شنو هي الحاجه اللي عزيزه عليك على العربي اللي حسيت السيمانه الفايته الرمله مزوعه الساعه نطرفوا عليها نفسها؟ إنها المخدرات. السؤال الثالث عند إمام كوتي. أي أكثر السؤال يقدر يقتل بنادم ويخليه ما عنده خاطر؟ هذا السؤال كيخليك وأنت في سن صغيرة. اللي ما طرحتش هذا السؤال. السؤال الآخر كيجي من عند أيمن. قال لك أسيدي أيمن واش المغرب زوين؟ أصعب سؤال. المغرب زوينين عندك. سؤال عند ياسين. قال لك شحال كتربح من فلوس يوتيوب؟ كنربح بزاف ما كنحسبهم ماتش. صراحه خويا ياسين هاد الساعه هادي ما كنربحو والو، وواخا كاع توصل ل 8 ابوني تقريبا ما يشتريش شي حاجه، حيت الكليك عندنا في المغرب طايح، يعني ما طالعش بزاف باش انك تخلص على لي فيديو بزاف. داكشي علاش إلا غتدخل يوتيوب ما تفكرش في الربح. السؤال الآخر عند عائشة. قالت لك شنو هو الهدف ديالك من اليوتيوب؟ الهدف ديالي من اليوتيوب كما كنقول ديما في أي فيديو كنقول أن الهدف عندي هو أنني نتعرف على ناس جداد ونخلق علاقات جديدة. هذا هو الهدف ديالي. السؤال الآخر عند عبدو. قال لك علاش أنت عزيز؟ أنت عزيز. محمد الخيموس. قال لك شكون احسن صديق عندك؟ بطبيعه الحال جاوبوا مصطفى الخيموس. السؤال عند حمزه اليوسفي. اول حاجه تبارك الله عليك اخي هشام، السؤال ديالي شنو السر ديالك للصيد؟ اخويا حمزه ما شرحتيش لي واش الصيد بالقصبه ولا الصيد بالقرطاس. المهم غادي نجاوب على الاسئله بجوج. الصيد بالقصبه فانا ملي بها شحال يعني عزيز عليا انني نقنص الصيد بالقصبه، وبالنسبه للقنص يلاه دابا شي عامين دابا باش بديت القنص. صراحه هوايه واعره بزاف، وكتشوف لي فلوق ديالي راه كاملين تقريبا نديرو القنص راه مزيانين. الحافظي. السؤال الاخر من عند الحافظي. قال لك شنو هي احسن هوايه اللي عزيزه عليك وفين ساكن في اكادير؟ احسن هوايات يعني جوج هوايات صراحه، هوايات لا محدوده عندي انايا. عندي القنص وعندي الصيد بالقصبه وعندي جبل التحف القديمه النادره. محمد رضا شرف. قال لك اش قريتي؟ بقرة برتقال عاش علمكم عفى الله عما سلف والو الدفع والو. سؤال عند رضا. قال لك اول حاجه راك طوب، والسؤال ديالي امتى غدير شي رحله تغيير؟ ان شاء الله خويا غندير رحله تغيير حيت ولا عندي شي 100,000 ابوني. سؤال اخر عند حمزه بوقسيم البودكاستر. في زنيت. قال لك في نظرك واش ممكن تعطيني شي جواب منطقي على امكانيه انك تلعب كره المضرب في المسبح البلدي مع هبوب الرياح؟ إنها المخدرات. سؤال اخر عند محمد. واش انت كتقرا؟ اذا كتقرا كيفاش تتنسق ما بين القرايه ولي بلوغ؟ اخويا انا ساعه ما كنقراش، انا خدام، وكيفاش كنسق بين الخدمه ديالي ولي بلوغ صراحه صعيب بزاف. داكشي علاش انني كنحاول انني نصور السبت والحد، ما يمكنش ليا انني نخرج نصور يوميا البلوغ يوميا، داكشي علاش كنصور السبت والحد. سؤال اخر عند ايوب. قال لك علاش غادي نسولك وانا اصلا عارف السؤال ديالي ما غاديش يدوز ما عنديش الزهر؟
السؤال ديالك داز وما قلت فيه والو. سؤال عند ايوب عاوتاني عاود سولني قال لك علاش غادي نسولك وعلاش غادي نجاوبك. سؤال عند مصطفى الخبوس قال لك كيف تستطيع ان توافق بين حياتك الزوجيه والعمل والهوايه والفلوغ؟ كما قلت لك راه جاوبت السيد قبل، كننسق بيناتهم السبت والحد، يعني عندي لو سامدي ولو دومونش. هادشي ما يمكنش لانني ندير اكثر في وسط السيمانه، كنصورها السبت والحد وبزز. سؤال عند عبد الغفور قال لك علاش سميتك هشام؟ علاش سميتك عبد الغفور؟ سؤال عند سلمى السيد قالت لك اول حاجه تبارك الله عليك بون كوراج خويا، واش عمرك كرهتي راسك؟ وي بيان سور، كاين شي واحد ما كيكرهش راسو الا ما عندوش فلوس، كيكره ماشي راسو، كيكره العالم. سؤال عند مولاي اسماعيل الداودي قال لك باش كتصور وباش كتمونتي وكمل راك غادي مزيان. صور خويا بكانون 600 دي وعندي سوني نيكست برو 5 وكنمونتي بادو برو. يونس الحنفي قال لك شي ديديكاس خويا يونس الحنفي، ومنين جاتك الفكره ديال لي فلوغ وباش كتمونتي؟ جاتني الفكره ديال لي فلوغ يعني من القنص، بديتهم في القنص، قلت علاش انا ما نبقاش اي بلاصه مشيت ليها باش ندير فيها القنص نصور فيها فلوغ. خويا ادو بريمير برو. سؤال اخر من عند يوسف قال لك شي ديديكاس لك خويا يوسف، وشي نصيحه للناس تاع الباك اخويا هشام. بالنسبه للناس ديال الباك يحاولوا يخدموا على الوطنيات ويحاولوا يشوفوا التصحيح راه كيتعاود. سؤال اخر من عند هشام قال لك اسيدي فاش لحتي اول فيديو شحال كان عندك ديال لي زابوني ودابا شحال ولا عندك وشي ديديكاس ليك اخويا هشام؟ اول فيديو لحتو كان عندي 6 ديال الابوني ودابا عندي 2500 ابوني. سؤال عند حسن قال لك خويا هشام تبارك الله عليك، انا الحسن من تيزنيت تبارك عقلتي عليا بغيت نسولك فاش خدام وباش كتمونطي. بالنسبه خويا باش خدام غتهبط للفلوغ النمره 5، هذيك هي المهنه ديالي. باش كنمونطي بادو بريمير برو. كما شفتوا خوتي الاسئله ديالكم سالات، كنتمنى الفيديو هذا يعجبكم، كنتمنى نكون انني جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين. ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتابونوا معنا باش يوصلكم الجديد. دابا ما عليا الا نخليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم، تشاو تشاو.